الله يقول والعصر، يعني الله يقسم. تمام ولا ما نختلف على هذا؟ الله يقسم يقول والعصر. شنو يا ربي؟ قال إن الإنسان لفي خسر. أنا أسأل سؤال، إذا الإنسان في خسر مصيره وين يروح؟ من الخاسرين. القرآن من الخاسرين. الخاسر وين؟ النار جهنم، مو صحيح؟ يلا الإشكال افتح ذهنك كن دقيق وياي. ربي إذا تدري بي الإنسان في خسر، المن خلقته حطب لجهنم. انت خلقته وتقول هو من الخاسرين، انت تعلم بي من الخاسرين. يا ربي المن خلقته؟ خوش إشكال يمكن تقسم خلقت الإنسان هذا، وقسمت قسم قلت والعصر إن الإنسان لفي خسر. يا ربي المن خلقته؟ إذا هو في خسر يعني راح يروح حطب إلى جهنم، المن خلقته يا ربي؟ شكلون علينا الإشكال هذا. خبير راد لفد شوية فد رده، مو هيجي؟ أي يلا. أولا خلينا نسأل سؤال إحنا، الله سبحانه وتعالى هل خلق الإنسان للعذاب؟ جزاك الله خير. ما خلقني ليعذبني. هو الله لو خلقني يريد يعذبني ما خلق لي جنة، صدق ولا؟ عرضها السماوات والأرض وسواها طوابق، وحدة أجمل من الثانية، كلها علما إلك. أكثر من الله واحد يحبك ماكو. لك الإشكال. فيا ربي إذا أنت خلقت هذا الإنسان وقلت عليه في خسر، يا ربي ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت هذا الإنسان بتركيبة. إخواني شوية يكون دقيق وياي. بتركيبة، بهاي التركيبة جزء من تركيبة الإنسان الغريزة الشهوية. يعني شنو؟ يعني يشتهي الماء، هاي الشهوية. يعني يشتهي الماء، يشتهي الزواج، يشتهي الأكل والشرب، مو صحيح؟ يعني سؤال، إذا فقدت هاي الغريزة من الإنسان، هالخاصية هاي من الإنسان، يستطيع يمارس حياته؟ إذن هي نعمة الله وادحها لو مو نعمة؟ نعمة الله وادحها بهذا الإنسان. بس هاي يا مولانا شنو بيها؟ هاي أبوابها دائما مفتحة، تستقبل خير وتستقبل شنو؟ شر. خليك دقيق وياي. ولذلك إنا هديناه إما شاكرا. الله يقول أنا مو خليت لعندها الغريزة هاي يمارس بيها حياته، بس وين؟ في دائرة إلهية ما يخرج. مو الآن الله حرم عليك نزهة النفس؟ لا سؤال. الآن تريد تروح أنت وأصدقائك مثال للبر، تريد تروح تتونس غير جو، تمام؟ شوية مضنوك تريد تروح غير جو، حرام؟ كل إشكال ما بيها. ليه متى تصير حرام؟ إذا خرجت عن المنظور الإلهي. الله يقول لك روح، بس من يصيح المؤذن الله أكبر مالات الله لله، تمام؟ مطيناك إحنا مالاتنا إلنا ومالاتك شنو؟ إلك. لا تخرب ويانا حتى ما نخرب وياك إحنا. صاح المؤذن الله أكبر، إيه خلص. الله قال لك الغناء حرام، أنت طالع تنزه عن نفسك، صحيح ما عندنا مشكلة وياك، بس الغناء شنو؟ حرام. إذا كل شيء تريد فد شيء غير لك الجو، شغل لك فد مولد الأهل البيت لطيفة. أنت شغل المولد هم تستر نفسك وهم تحصل ثواب. الله كله ربح، مالات الله كلهن ربح بربح أبد، ما بيهن خسارة دوم. بس مالات إبليس خسارة. زين. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول لك هاي اللي أودعتها بيك الغريزة الشهوية، هاي هي تغير لك فسلجة حياتك كلها. بعد شو تسوي لك بهاي الغريزة الشهوية؟ اتقمت حسينية. هاي حسينية. هاي لو ما أنه النفس أرادت طلبت أن تنتمي لهكذا صرح ما قدرنا نسويها، لا أنت ولا أنا. ما تقول لي الآن 1000 واحد غيرك الآن نايم يقدر يسوي شيء؟ لا. بس باكر واحد اجى طبل المجلس تباوع قال هاي والله نعمة، ناس ملتمة وقراية على الحسين وأجر وثواب، بس أنا ليش ما أطمع بهيك أمر؟ راح السوى طلع فليسات اللي ضامهن، سواله مضيف، سواله حسينية، وصارت خلاص. هاي شنو اللي رادتها؟ النفس، مو صحيح؟ فالله سبحانه وتعالى يقول له هاي نفسك يا الإنسان
مثل هذا القلاص احنا منطينك اياها، هي فارغة حالا، نفسك فارغة، تريد تخلي بالقلاص سم وتشربه، وشنو نتيجتك؟ تموت. تريد تخلي بالقلاص شربت وتشربه أو ماي وتشربه، وجعلنا من الماء كل شيء شنو؟ حي. يعني تريد تحيا، تريد تموت، الأمر إلك لو مو إلك. بس إحنا شو مسوين؟ مهيئين لك الطريقة، ما مانعين عليك. وطريق الشر اللي انطيناك إياه قلنا لك هذا طريق شر ترى مننا، هذا طريق خير مننا، هذا طريق الشر قلنا لك يكلفك، بتكلفة هواي، بتكلفة كلش هواي عليك. اليوم واحد صار إنه يريد يتزوج، اتزوج، عقدوا له على مرة وتزوج ويا الله وخلاص انتهى، حلال، حلالة بعد صارت حلال. كيف حلالة؟ ياخذها ويطلع ويروح زيارة وغير كيف حلالة بعد. ذاك اليوم اجت فد رسالة طلعت هم مرة لين النساء، هم صار انه شنو يريد يأخذ حياته معاها، بس هالمرة بمنظور ثاني، هن اثنين هن نساء واثنين هن نفس النزهة اللي يحصلها، بس بالنتيجة هاي راح تكلفه الكثير، وهاي بحكايتين الله حللها له. صدق ولا؟ فمالات الله بسيطات اخواني، مالات الله ما بيهن صعوبة، دوم ما بيهن، الله مخليهن يسير. ومو بس هاي، عجيب، الله يقول أنا اللي يجيب له واحدة من مالاتي واحدة أرجعها إلى بشقد، الحسنة بشقد؟ ب10. يجيب وحدة أرجع له 10، وحدة أرجعها إلى ب10. يا الله ايش قد نعمة كبيرة هاي. يقول بس هذا الإنسان إذا فعل هاي النفس اللي طريق الله سبحانه وتعالى، إذا فعلها طريق الشيطان نتيجته شنو؟ خسران. ذلك القرآن شو يقول؟ ذلك الخسران المبين، ما قال خسران وسكت، خسران مبين. هسه ليش لطيفة لواحد من العلماء يقول هاي قال خسران مبين لأن الإنسان يدري بهذا الطريق شر وخسارة وغلط وشنو ويمشي إصرار عنده، يصير عنده إصرار على هيك أمر، بالنتيجة يهلك. الله سبحانه وتعالى يقول بما أنه نفس الإنسان ميال شهوية لهذا المعنى، فإنه لطالما شنو يختار رديات بتعبيرنا، دوم يمين الذني، ما يجي المالات الله سبحانه وتعالى، ما يجي المالات الله. فلذلك القرآن قال إن الإنسان لفي